وابتدت مرحلة جديدة جدا في حياته، كان واضح ان هي ممكن تغير مستقبله بالكامل. ولان جده كان لاعب شطرنج شاطر فقرر انه يعلم الكسندر نفس اللعبة، وفعلا الكسندر ابتدى يتعلم الشطرنج تحت اشراف جده. جده كان دايما ياخده معاه في منتزه بيتزا، المكان ده كان بيتجمع فيه عدد كبير من الناس الكبيرة في السن عشان يلعبوا شطرنج في اجواء هادية مخصصة ليهم. هناك في وسط اللاعبين الكبار في السن واللي عندهم خبرة، الكسندر ابتدى يكتشف عالم مختلف تماما، عالم بيقوم على التفكير والخطط والسيطرة على مجريات اللعب. ومع الوقت الشطرنج بالنسبة له ما بقاش مجرد لعبة، ابتدى يكون وسيلة للهروب والتركيز ومحاولة للسيطرة على إحساس داخلي بالغضب والتوتر. وكان بيحس إن رقعة الشطرنج بالنسبة له هو المكان الوحيد اللي بيقدر يمسك زمام الأمور فيه ويكون هو الشخص المتحكم في كل شيء. الوضع ده استمر معاه طول فترة المراهقة، وده قبل ما يدخل في أزمة عاطفية وينهار بسبب وفاة جده اللي كان دايما متعلق بيه، لأن هو ده الشخص الوحيد اللي حبه بدون أي شروط أو قيود. وبعدها الكسندر رجع تاني يعيش مع والدته، وعشان يخفف ألم إن هو فقد جده ابتدى يشرب كميات كبيرة جدا من الكحول، وفضل يروح منتزه بيتزا يلعب هناك شطرنج وينافس الناس الكبيرة في السن في اللعب والشرب. ومع نهاية فترة المراهقة